السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على كل الستات المنافسنا وعلى كل الرجال المنافسنا. وربنا يجعل حياتكم كلها سعادة ولا يجعلها أبدا يا رب سادة، ويجعل فرجتكم علينا أحلى عادة، ويا رب دايما المشتركين واللايكات في الزيادة يا رب. نسيت ولا ايه؟ لا منسيتش، نسيبنا بدأ في سر. لا السلام عليكم. الله يسلمك. المهم يا جماعة، كل سنة وحضراتكم طيبين بمناسبة شهر رمضان المبارك. يا راجل فكل سنة طيبين جديد. واحنا عشان خاطر بقالنا فترة ما كناش ملناش عين نتكلم بقى، يعني بلاش ندخل في تفاصيل عشان شكلنا بقى باين. حبينا ان احنا نرجع مع بعض في رمضان، نقضي شهر رمضان مع بعض يعني، وان شاء الله نكمل بعد رمضان باذن الله يعني ان شاء الله بالتسهيل. فاحنا فكرنا ان احنا طبعا في شهر رمضان مشهور بالفوازير وبألف ليلة وليلة، فطبعا احنا مش هينفع نعمل ألف ليلة وليلة طبعا اكيد يعني. ليه؟ لا حاضر، احنا ممكن نعمل نعمل شهرزاد. احنا ممكن نعمل 999 يعني، انما 1000 لا هيبقى صعب علينا. المهم، فاحنا فكرنا ان احنا نعمل فوازير، والفوازير بتاعتنا ان شاء الله طبعا هي هتنزل كل يوم باذن ربنا يعني، بعد الفطار اكيد ان شاء الله يعني. مش عارف انتوا هتتفرجوا عليها ازاي في كميه المسلسلات. لا هيتفرجوا علينا ان شاء الله. ان شاء الله يعني تلاقوا وقت يعني تتفرجوا علينا فيه. المهم ان الفوازير دي هتبقى برضو بمناسبه شهر رمضان والمسلسلات والحاجات دي، فيها الفوازير بتاعتنا عن مسلسلات. ممكن تكون المسلسلات دي كانت السنه اللي فاتت او اللي قبلها او من سنين، وممكن تكون اتعرضت في شهر رمضان وممكن ما تكون ما اتعرضتش. المهم ان هو مسلسل يعني مسلسل. فالمسلسل ده حضراتكم احنا هنتكلم عن المسلسل طبعا بشكل مش صريح قوي يعني، فزوره، وانتوا من خلال الكلام بتاعنا هتعرفوا الايه ده مسلسل ايه، بنتكلم عن انهي مسلسل بالظبط كده. طبعا عشان خاطر كل حاجه بيبقى لها جوائز. احنا الجوائز بتاعتنا طبعا بسيطه ان شاء الله. هو طبعا احنا بناخد الفايزين اول 3 اجابات صحيحه، اول 3 اجابات صحيحه يعني، اول 3 اجابات صحيحه الجواب طبعا، عشان خاطر لو حد جاوب بعد كده فهو يسامحنا. احنا بناخد اول 3 اجابات بس. اول 3 اجابات ديت بنجمع ان شاء الله بعد نهايه شهر رمضان، بنجمع الاجابات ديت وهنعمل فيديو خفيف كده ولذيذ باسماء الناس الفايزه معانا، اخواتنا يعني اللي فازوا معانا باساميهم، وان وجدت طبعا صور على البروفايلات بتاعتهم هناخد طبعا الصور ديت والاسماء، وهنعمل فيديو خفيف ولذيذ كده. وطبعا القناه تتشرف بصورهم وباساميهم موجوده على القناه. ده باختصار الفوازير بتاعتنا. ده باختصار طبعا عشان خاطر ما نطولش عليكم، وكل سنه وانتم طيبين طبعا تاني. واللي بيتفرج علينا دلوقتي طبعا قبل ما نخش على الفزوره لازم يعني يشرفنا ويعمل لايك ويعمل اشتراك في القناه ويفعل زر الجرس عشان خاطر طبعا بقى توصلوا كل جديد من الفوازير والحاجات ديت. ويلا بينا على اول فزوره. يعني من بعد حبيبتي ويا روحي بقى فين فردة الشراب يا ست هانم؟ لو انت الصادقه، من بعد حبيبي وقلبي بقى فين المصروف يا بيه؟ ها ايه بقى مسلسلنا ايه السنه دي؟ والله يعني انت عارفه ان انا ماليش في المسلسلات قد كده. بس هو في مسلسل اتعرض من كذا سنه. المسلسل ده حقق فعلا نجاح كبير جدا لسبب بسيط، لان هو بيتكلم عن الاحياء الشعبيه يعني، بيتمثل في حي الشعب، وانت عارفه ان احنا بنميل للحياه الشعبيه والاسر والعلاقات الاسريه والحاجات دي. فمع الحاح الناس عملوا له جزء تاني. الجزء التاني هيتعرض السنه دي، والنهارده نزلت اول حلقه. اظن كده يعني ايه، انا كده عداني العيب وازح وكده تمام التمام كده انت عرفت. طب ممكن تفسر اكتر من كده؟ نفسر اكتر من كده. طب بص يا ستي، البطل بتاعه كان بيشتغل شغلانه هي بس بتتعمل في رمضان. كان بيعمل شغلانه هي بس بتتعمل في رمضان، لدرجه ان بنته قالت له في مره انت بتصحي الصحيين، وشغلانته بيعملها بتتعمل بس في رمضان بس. طيب بما ان رمضان كريم ممكن تفسر اكتر؟
انت كده فسرت كل التفسير، كده مفيش اي تفسير تاني، خلاص كده انت جبت الناحيه بتاعتها. اكتر من كده انا ما اقدرش افسر. اعتقد ان هم دلوقتي عرفوا المسلسل. يبقى المسلسل ايه؟